ما تقيش خورتي. مغاربة المهجر ممنوعون من إدخال الخردة للمغرب بسبب حشرة البق. دابا حنا المغاربة ديال المهجر ولينا كندخلوا الخردة اللي هي الجطية اللي هي الزبل حاشاكم. دابا حنا ولينا كندخلوا غير الخردة. شوفوا الصحافة ديال الكيلو شنو حاطه على مغاربة المهجر. هادشي حنا ما نسواو، اللي كنقيلوا نحملوا ونجملوا بالجديد وبالبالي وحتى حاجه ما كتقر فيكم. والنهار اللي تخرجوا تهضروا قولوا الخرده اللي كيجيبوها مغاربه المهجر. وانا التسليم وانا يدي فوق راسي والله ما كتحشموا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكل متابعي قناه برغاماسكو شانيل. تحياتي لكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. ما تقيش خورتي، ما تقيش الجطيه ديالي، زيد عليها الثلالج امالي المصبانات امالي الكونجيلاتورات خليهم عندكم، ما تصيفطوهمش حتى حاجه ما كتدخل المغرب. غادي نشوفوا الاعلان عن ظهور مرض خطير وغامض في الصين، والخبر الاخير هو خبر سيء بالنسبه لمغاربه هولندا. هادو هما اهم المواضيع اللي غادي نشوفوهم هذا النهار، فكنتمنى منكم الدعم والبارطاج على اوسع نطاق اخوتي والتفاعل في لي كومونتير. راني كنقرا كلشي التعاليق لحقاش بصح هادشي كيألم، هادشي كيضر في الخاطر. فالناس اللي ما مشتركاش في القناه كنقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال لي فيديو وديال المباشر. وهذا النهار ان شاء الله فغادي نديروا معكم فيديو ماشي مباشر. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم ونخليكم في التفاصيل. يا ربي السلامه. عاوتاني الصين كتعلن على واحد المرض اللي هو خطير وفي نفس الوقت غامض لحد هاد الساعه. اون فوا قريت هذا الخبر فكرني في الذي مضى، فكرني في ايامات كورونا. هذه هي الوقيته اللي بدينا كنسمعوا فيها على المرض، فالله يكذبهم. هذه اولا وقبل كل شيء. وثانيا الناس اللي كتقول قالتها، الناس اللي كتقول قالتها الكزانه، فهنا كنقول لكم يقدر يكون هذا الشيء يعني مصاوب مقاد، هذا الشيء مخدوم، هادشي مخدوم بحال تخدم الاول تخدم حتى الثاني. فنتمنوا من الله الستر والحفظ. فكنبغيو نقول لكم بان الصين علنت على كاين واحد المرض. هذا المرض هذا اللي قالوا انه كيجي في كيفاش هذا المرض كيجي او لا كيضرب في الرئه. كيجي عباره عن التهاب رئوي اللي هو مجهول السبب لحد الساعه ما عرفوش مناش. وكينتشر بالضبط، يعني تنتشر في دابا في الصين بالضبط في المدارس. بزاف ديال التلاميذ اللي راهم في السبيطارات، يعني خرجوا راهم في السبيطارات ومازالين ناعسين لحد الساعه في السبيطارات. وهذا المرض هذا خوتي الحكومه غلقت بزاف ديال المدارس بسبب هذا المرض هذا لحقاش كيعدي، وخصوصا في العاصمه بكين ومنطقه نياونينغ. هذا هو فين بدا هذا المرض وفين كاين. راه فين كتمشيو كتقلبوا عليه في جوجل كتلقاو الخريطه ديال الصين. هاد البقع هادو ديال المرض راهم بالاحمر. وكيقول لك الاعراض ديالو هو التهاب حاد في الرئتين وارتفاع في درجه الحراره، ولا يوجد السعال كما في حالات الانفلونزا. يعني الحاجه ما فيش السعال ولكن كاين التهاب في الرئتين وكاين ارتفاع في درجه الحراره. هادو هما الاعراض ديالو. وكنقول لكم بان من خلال التعاليق شفت بان كاينه واحد السيده من كوريا اللي قالت حتى في كوريا راه ولدها يعني تقص بهذا المرض ومازال ما عرفوش السبب ديالو. فيا ربي السلامه. حنا ما كانت الصين كنسمعوا منها غير الاخبار السيئه. هاد الصين كنسمعوا منها غير الاخبار السيئه، وجميع البلا كيخرج من عندهم، جميع البلا كيخرج من تما. فالله يستر مع الله يحفظ مع الله يحضر السلامه. الاخبار اللي كنسمعوا ما كتفرحش، والله يسترنا ويستركم. فكونوا خوتي حذرين. يعني شوفوا، على الرغم من ان فات الساعه هذا يعني هذا خبر مازال يعني ما، فكنتمنى يبقى عندهم داكشي ما يخرجش، يبقى تما ويتعالج. ماشي بغينا، كنتمنى يبقى عندهم ويتعالج. ففات الساعه هذه دابا وانا كنهضر معكم دابا عاد كنهضر معكم طلع لي واحد الاعلان ديال النوتيفيكاسيون ديال الاخبار بان البامبيني الدراري الصغار جاهم هذا الالتهاب ديال الرئتين. فابار هذا المرض اللي دابا اللي توجد في الصين، فحتى دول اخرى بما فيها ايطاليا فالاغلبيه ديال الناس عندهم هذا المرض هذا ديال الالتهاب ديال الرئتين. فالله يستر. كنتمنى يكون يعني غير الانفلونزا العاديه ديال البرد.
نديرو نقطه لهذا الموضوع ونمشيو للموضوع ديالنا اخر، هو الموضوع الخاص بمغاربه هولندا، واللي قلت لكم هو واحد الخبر سيء بالنسبه للمغاربه ديال هولندا. فالخبر السيء هو نقدروا نقولوا نجاح او لا الحزب اليميني المتطرف اللي اطلع او لا نجح في هولندا. فاستطلاعات ديال الراي في هولندا بعد منين سالوا الانتخابات داكشي وخرجوا الناخبين اكدوا بان الفوز ديال اليمين المتطرف بزعامه غيرت فيلدرز هو اللي هو اكبر عدو للجاليه المغربيه والمسلمه بالبلاد، يعني هو اللي عنده اكبر الاصوات، يعني هو اللي غادي يكون رابح. وهنايا المغاربه ديال هولندا وكذلك العرب المسلمين اللي كاينين في هولندا كلهم كيترقبوا بواحد خيبه الامل النجاح ديال هذا السيد هذا، لحقاش كيف ما قلت لكم انه اولا وقبل كل شيء هو اكبر عدو للجاليه المغربيه سباق، وعنده واحد السوابق اللي هي قبيحه مع الجاليه المغربيه. هذا السيد هذا في 2017 وصف يعني اليمين المتطرف، هذا خين هذا وصف الجاليه المغربيه بالحتاله، معتبرا انهم يجعلون شوارع هولندا غير امنه تماما. يعني هذا السيد سبق ودار مع واحد الجست ماشي مزيان، ويعني كان عنده واحد الهجوم اللي هو واضح تجاه الجاليه المغربيه في هولندا. بالاضافه انه وعد انه من بين يعني الحوايج اللي وعد بها الشعب الهولندي انه اولا ما يبقى حتى شي واحد داير الحجاب، يعني غادي يمنع الحجاب بصفه عامه في هولندا، غادي يغلق المساجد اللي كاينين في هولندا، وغادي يحظر الهجره وما غاديش يبدا يعطي اللجوء للناس يعني اللي ما عندهمش الوراق. يعني هادو هما الاهم ديال المبادئ ديالو، وباش طالع يعني هادو هما يعني انسان معادي للاسلام والمسلمين، معادي للمغاربه او للمهجر. فللاسف كيحزن في الخاطر ان هاد السيد هذا غادي يطلع وغادي يدير هاد المشاكل كامله. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى كيبان لي انا بان حتى عدم الانسجام والتفاهم والتوافق بين المغاربه اللي في هولندا ولا حتى العرب اللي كاينين في هولندا المسلمين في هولندا كيبان بواحد اولا كيتجلى بواحد الشكل اللي هو كبير باش طلع هاد الخين هذا. علاش؟ لحقاش الاغلبيه حنا عارفين بان ولا نقدروا نقولوا كل شيء الجاليه اللي تما لا مغربيه ولا مسلمه عندهم الناس عندهم الجنسيات. فعلاش ما كتشاركوش في الانتخابات؟ علاش ما كتسدلوش بالاصوات ديالكم في الانتخابات؟ راكم حتى نتوما كتشكلوا واحد القوه اللي ممكن حتى نتوما يكون عندكم راي هذا يطلع وهذا ما يطلعش، عطيو الاراء ديالكم. فالاغلبيه ديالنا حنايا المغاربه اللي في الانتخابات الناس ما كتنتخبش ما كتعطيش الراي ديالها، وهذا اكبر خطا كديروا الجاليه المغربيه ولا الجاليه المسلمه بصفه عامه. بما انك عندك الجنسيه ديال هذيك الدوله يعني انت خاصك تشارك في العمل السياسي ديالها، خاصك تشارك وتعرف شكون هو اللي كتشوفوا انه غادي يطلع وغادي يعني غادي يكون الطلوع ديالو تشكيل الحكومه غادي يكون موافق للمهاجرين ولا اصحاب البلاد ولا لا. فللاسف هاد السيد هذا منين طلع بين بان ما كاينش نهائيا لا توافق، ما كاينش حتى الصدى ديال الجمعيات اللي كيديروا واحد يعني كيديروا واحد ماشي ضغط وانما كيديروا بحال اعلان وكيفهموا الناس المغاربه خاصكم تشاركوا خاصكم تبينوا هذا السيد هذا ما صالحش يطلع علاش وعلاش. يعني فين راه دور الجمعيات في هذه الساعه؟ هادو بالنسبه للناس ديال هولندا. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا من طبيعه الحال راه ماشي غير انا اللي كنقولوا، كيقولوه الناس العقلاء والناس اللي هما فاهمين في هذا الموضوع. زيد عليها بزاف الناس كيتسائلوا واش غادي يكون عنده واحد الاثر على العلاقه ديال المغرب مع هولندا. فكنبغي نقول لكم بان ما يمكنش يكون عنده شي اثر. علاش؟ لحقاش هذا اليمين المتطرف كيبقى الهدف الاسمى ديالو هو ان تكون هولندا عندها علاقات جيده مع الدول خارج ماشي غير المغرب، مع جميع الدول بما فيها المغرب اللي اصبح في هذه الساعه عنده علاقات وطيده مع امستردام من بعد ما كان عندهم مشاكل، فهما عاد رجعوا مزيان. فلا اعتقد ان غادي يكون عنده شي اثر على العلاقات المغربيه الهولنديه. والمغرب راه ماشي شي بلد اللي زعما راه هما يتمنوا انه يكون معهم مزيان. ربما يقدر يكون شي حاجه فيما يخص المهاجرين الغير الشرعيين، يعني غادي يكونوا بحال المانيا بحال ايطاليا بحال دول اخرى بحال فرنسا انهم غادي يتناقشوا مع المغرب انه يستقبل الجاليه المغربيه اللي ما عندهاش الاوراق. هذا كنظن غادي يكون هاد النقطه هذه. ولكن المغرب راه حتى هو دابا منفتح على هذا الموضوع هذا. وراكم شفتوا كيفاش تعامل مع المانيا فيما يخص المهاجرين الغير الشرعيين.
هذا من جهه. فكنتمنى من خوتي المغاربه ما يلحقكم حتى هذا، وكنتمنى يعني المسلمين بصفه عامه يعني يحاولوا ما امكن انهم يدوز كلشي عندهم بسلام. دابا غادي نمشيو للمسكي ديالنا، هو الموضوع ما تقيش خورده ديالي، ما تقيش خورتي. فالصحافه ديال الكيلو مع احتراماتي الصحافه النزيهه والصحافه اللي كتعرف تهضر، فلقيت واحد واحد الصحافه اللي راكم كتعرفوهم شكون هما، اللي كيهضروا في العادي والبادي. لقيتهم حاطين واحد الصوره الصراحه الله اللي ما زويناش. المهم حاطين صوره في الكتابه يعني ما تقيش خورتي، مغاربه المهجر ممنوعون من ادخال الخرده بسبب حشره البق. فكنبغي نقول لكم بان النهار اللي المغرب السلطات المغربيه منعت انه يدخل هذاك الشيء ديال اوروبا، يعني هذه المسائل الافريشه والاثاث المنزلي والثلالج والمصبانات والملابس، يعني اي حاجه، والفراش الخشب كل شيء احنا عارفين على حسب حشره البق. احنا عجبنا الحال ونفسنا مع بلادنا وبغينا القضيه يعني ماشي، ولكن المغرب راه ما قالش ما تقيش خورتي مغاربه المهجر ممنوع من ادخال الخرده، لا نهائيا. يعني حتى البلاغ اللي خرج بواحد، يخرج من الجمارك المغربيه، خرج بواحد الطريقه اللي هي لبقه، طريقه زوينه، طريقه قانونيه، طريقه شرعيه، ماشي بحال هكا ما تقيش خورتي. دابا عاد ولات عندكم الناس المغاربه المهجر كيجيبوا لكم الخرده، ملي كتبقاو تسناوهم شهر 8 يجيبوا لكم يعطيوكم الحاجه كيعجبكم الحال. دابا ولات خرده، واش ماشي حشومه انكم يعني ابار هادشي حنا من طبيعه الحال ماشي كلشي كيدخل الخرده، وهذيك الخرده اللي كتقولوا نتوما عليها خرده الناس المغجر ملي كيجيبوها من اوروبا فتما كتكون حسن من الحاجه اللي كتشريها جديده. وحنا هادشي عارفين بان الدول الاوروبيه عندهم الجوده، وحتى نتوما اللي كتقولوا الخرده راكم كتمشيو للاسواق اللي كيكونوا فيها بعض من افراد الجاليه المغربيه اللي كيبيعوا هاد الحوايج اللي كيدخلوها، فانتوما من الاوائل اللي كتشريو عليهم. علاش؟ واخا قديمه كتشريو كتقولوا حق الجوده، ما عندنا غرض وهذا الشيء بصح. فعلاش كتحاولوا تقللوا من هاد المغاربه ديال المهجر اللي هما السبب في كل شيء، مطلعين الاقتصاد ديال المغرب، كاسينكم كيجيبوا لكم الكادويات في الصيف وكيصيفطوا لكم في وسط العام الى غير ذلك، وتجي انت وتقول ما تقيش خورتي. شنو هذا المستوى؟ شنو هذا الاسلوب ديال ماشي الكيلو بزاف، هذا الاسلوب ديال رابعه، هذا ديال الوقيه، هذا الاسلوب ديال الوقيه. ما فهمتش انا انسان صحافي خاصو يكتب واحد التعبير اللي هو لبق، واحد التعبير اللي كيقيس بنادم باللباقه ديالو، ماشي واحد التعبير اللي كيقيس بنادم بالوحشيه ديالو. هذه من ناحيه. فالله يهديكم الله يهديكم على انفسكم، والله يهديكم على خوتكم المغاربه. راه ما كاينش مغاربه هذا المهجر، راه حنا مغاربه وحدين، غير كل واحد مغاربين. المغاربه كاينين مغاربه، غير شي وحدين كتب عليهم الله طرب الخبز برا كيخرجوا كيخدموا، كنخدموا بكتافنا، راه ما كيعطيونا حتى شي حاجه، كنخدموا بعرق كتافنا، وكنضربوا تماره، وكندخلوا مابقيناش كندخلوا الخرده، كندخلوا الجديد وكندخلوا الخرده، وما قرر فيكم حتى شي حاجه. وهنا الميساج ديالي لخوتي المغاربه المقيمين في اوروبا. فسبقنا وقلنا لكم اودي راه ما تصيفطوش الثلالج، ما تصيفطوش المصبانات، ما تصيفطوش التلفازات، راهم ما كيدوزوش، راهم شوف القانون راه ممنوع الدوز. كانوا كيدوزوا قبل، شتي داك البلاغ الاول اللي كانت دارتو الاداره ديال الجمارك كنا شاركنا معكم، يعني كانوا كيدوزوا من بعد ما كتاخذ واحد الترخيص كدوز. دابا لا، نهار 13 في شهر 11 يعني دخل حيز تنفيذ واحد القانون اللي حتى حاجه تدخل المغرب. هما دابا الناس يدخلوا الثلالج، دخلوا المصبانات، الكونجيلاتورات، راهم في الميناء ديال طنجه حيدوا لهم كل شيء. واللي صيفط شي مصبانه راه الخبر في راسك، راه ما مشات. لاش مصيفط مصبانه ولاش مصيفط الثلاجه؟ والله العظيم الا كيحمقوا في المغرب. دابا نتايا اللي مصيفط مثلا ومخلص عليه، كل واحد شحال مخلص، علاش؟ هذاك الفلوس باش شاريها من اوروبا، وزيد عليها الفلوس باش مصيفطه الترونسبور، وزيد عليها انها مول الترونسبور هو كيكحزها، هو كتقلب من هنايا، كتنجر من هنايا، كتضرب من هنايا،
كتصيفط كتوصل تما يعني مدعدها. فعلاش عليك هادشي كامل؟ خليها خذها من المغرب، هكا كيديروا الثلاجه، هكا كيديروا الكونجيلاتور، كلشي عندنا في البلاد. يعني هذا خطا اخوتي كديروه. بالنسبه للناس اللي كتقول لي عاوتاني زيت الزيتون راه حنا دوزنا، كلي دوز، كنقول لكم زيت الزيتون ممنوعه الا ولا دوزها شي واحد من تحت الدفره. الناس دوزوها حتى في الطياره، هادشي خلينا. ولكن قانونيا كنقول لكم انا قانونيا راه الديوان راه شافت يعني الجمارك اللي شافوها عندكم الزيت راه غادي يحيدوها لكم، الا ولا خبعتوها ولا كنتو يعني ما شافوهاش. اما اللي شافوها راه غادي تحيد. الله يجازيكم بخير. فالحلال يبين الحرام وبين وبينهما امور مشتبهات. الامور واضحه. فشكرا لكم على التتبع، شكرا على الحضور، شكرا على كل شيء. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. باي باي.